نرحب بالمشاهدين الكرام. اليوم ويانا حالة إنسانية جديدة، شاب في مقتبل العمر لكن عانى من مجموعة من الأمراض ودخل في معاناة لا نهاية لها. في برنامجنا برنامج قضية وناس وشاي وشكر قليل لأن شوية صحتي مو زينة أتمنى يعني. هذا بعد ما نكمل تصوير ممكن يعني شنو المشكلة إذا هسه جبتوه؟ بعد ما نكمل تصوير. اوكي سوري اعطيناك مالاتك فخلنيها. بداية أموري، أنت مصاب بمرض نادر نقدر نعرفه؟ يعني يهوى بهن. أنا ما دا أسألك عن التيشيرتات مالتك، أنا دا أسألك عن الأمراض. هو أنا عندي 4 أمراض وفيروس بعد صغير يعني. ما شاء الله يكبر بعزك إن شاء الله. الله يخليك. هو الحمد لله وشكر، هو أنا دا أتعب عليه وما بستعجل عليه، خليه على راحته. خليه براحته، خليه يكون نفسه. زين، تقدر تحكي لنا عن الأمراض اللي صارت عندك؟ بالبداية صار عندي مرض ولادي اللي هو سبب مشكلة كبيرة بحياتي. شنو هذا المرض الولادي؟ المرض هو زحف ولادي. هذا المرض أنا من أجيت للدنيا فخلوني بقاعة كل كبيرة اللي هي الخدج، أكيد تعرفها. فهاي القاعة بيها البنات وحد والولد وحد. فأهلي لما عافوني وراحوا يجيبوا لي ممية، اجوا لقوني عايف القاعة مال الولد ورايح بالقاعة مال البنات. يعني زحفت وأنت عمرك 2 3؟ أسرع زاحف بالدنيا كنت. زين، هذا المرض تطور بعدين؟ الدكتور نصحني قال لي أنت الركبة مالتك الصابونة اللي بيها كلش تالفة، فراح أشيل لك إياها خلي بمكانها شرخ يعني حتى أزحف براحتي. بس هذا حل ممتاز. مو هي المشكلة انه انا صح ارتاحت بس صارت عندي اعراض جانبية ثانية. شنو هاي الاعراض؟ صار عندي، انا اسف يعني اذيك، صار عندي تعرف لا ارادي. مستحيل. اذا ما تريد تحكي عن هذا الموضوع احنا يعني كل رحابة صدر نتقبل. لا انا اريد الناس تعرف حقيقتي ولازم يعني يتعلمون من الاخطاء اللي وقعت بها انا. راح تحكي بالتفاصيل الدقيقة؟ راح احكي بالتفاصيل. انا شنو، انا بي حاله من اشوف بنيه اظل ارجو. ما ادري شو يصير بي، اشوفها اقول اعرفها ما اعرفها اركض عليها اقول لها احب اتعرف. اشوفها بعيده اروح اركض عليها احب اتعرف. بس يعني مرات ما القى وحده اتعرف عليها اتعرف على روحي، وهذا أكثر شيء مأذيني بالموضوع. أخذت علاج؟ يعني الحمد لله وشكر الدكتور اعطاني علاج انتبايوتيك مثل أخوي. واشتغل وياك هذا؟ الحمد لله وشكر، يعني بحيثكم تحس كل البنات مثل خواتي، يعني ما أتقرب لهن ولا يعني مثل خواتي. زين، وين المشكلة؟ هذا ممتاز الموضوع. مو المشكلة يعني سوى عندي أعراض جانبية. النوب؟ اي صار عندي شوفان بالركبة. قصدك سوفان بالركبة؟ لا حبيبي اكو فرق بين الاثنين. الشوفان بالركبة أي وحدة أشوفها لابسة فوق الركبة ظل أرجف. ما أتحمل يعني، فالموضوع كلش أذاني وتأزمت بوقتها. بعدين تطور عندك صار مرض أخطر. صار مرض أخطر، وهذا اللي ما لقوا له علاج ما قدروا يسيطرون عليه، هو انسحال بالشخصية. شنو هذا أعراضه؟ هذا يعني من أشوف بنية لا حاشا وياها ولا مثلا بس سهلتني بيت أم محمد هنا، فاني ارجع للبيت انقلب عبد الحليم حافظ، اسور القذله احط المخده يمي اشبكها واظل ابكي وانام واغني قانا الهوى قانا تررن ورمانا الهوى رمى. هاي الاغنيه ليش ما ادري. وجاك الهوى؟ ولا وصل. زين، انت يعني بختام البرنامج ايش تنصح الشباب، ايش تقول لهم بما انه انت عندك هذا المرض الخطير اللي ممكن يتكاثر وينتشر؟ أنا طبعا أحب أقول للشباب، الكاميرا إلك بعد، أقول لهم ما أتمنى يصيرون مثل أصدقائي. أخطر مرض ممكن توقع به هو الانسحال بالشخصية يدمرك. يعني أنت من بالوحدة بالليل تكتب لها بعد خلاص كل شيء انتهى بيناتنا، ماكو داعي ترجع ب3 تقولها نايمة لو قاعدة وأنت شايفها متصلة الآن، وهي ما راح تجاوبك أكيد راح تلبسك، وراها ترجع بال5 تدز هذا السمايل هيك عود انت مكسور قلبك يعني غير خلص هنا توقف. لا واللي قلت لك وراها ترجع ب8 وتقول لها لو تنقلب الدنيا مذليني على اليمن، غير صار لك 5 ساعات مذلول انت. زين هذا كله امشي لك اياه، بس مال بال10 الصبح تنزل ابتلينا بدنيا غبره، لا احمد شاكر ولا الدنيا لها علاقه بسحلتك ويا البنيه.
هذا شيء انت اختاريته. اوكي، يعني انت اسال مجرب ولا تسال حكيم. يعني المفروض قصي عيسى يغير الكلام مالته على مودك، يقول ابتلينا بدنيا غبره وعشق فاشل، وابتلينا بحاته جابت بس رزايل. يا اخي يا اخي يا اخي احترم نفسك شوي. انا على مودك، ما بدك تصير مثل حالتي. وانا اشكرك لان اعطيتنا هاي الفرصه على مود اقول للشباب وللشابات. وبس الشاي وين؟ الشاي سيجي.